أنا أتواجد الآن داخل إحدى مخيمات النزوح غرب مدينة غزة في دولة فلسطين. هذا المخيم يأوي تقريبا نحو أكثر من 2000 أسرة نزحت إلى المكان بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلها. بات المواطنون هنا يفتقرون أدنى مقومات الحياة والبقاء، ويعني أصبحوا يتضورون جوعا نظرا لاستمرار إغلاق المعابر وإصرار الاحتلال الإسرائيلي عن منع إدخال المساعدات وكذلك الأدوية والمواد الغذائية لسد جوع آلاف المجوعين داخل قطاع غزة. هنا تقام اتكية طعام بدعم وتمويل من جمهورية الشيشان وبتوصية مباشرة من رئيس الجمهورية رمضان قادروف وكذلك من الشعب الشيشاني الكريم لإطعام المجوعين داخل قطاع غزة. هؤلاء المواطنون داخل هذا المخيم باتوا يعانون ويلات المجاعة والحصار وكذلك ألم المجاعة. يعني لربما نلتقي هنا مع أحد القائمين على هذه التكية. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني هذا الدعم مقدم من جمهورية الشيشان وأنتم كفريق عامل في هذا المكان، يعني لو تحدثنا عن جهود الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. نحن كفريق صناع الخير التطوعي هنا في شمال قطاع غزة جاءنا إخواننا الذين يقفون بجانبنا في ظل هذه الحرب واستمرارها علينا. جاء إخواننا من الشعب الشيشاني بدعم مباشر من السيد رمضان قادروف رئيس جمهورية الشيشان وكذلك من الصندوق الإقليمي العام باسم الشهيد أحمد حاجي قادروف وبإشراف السيد عثمان بايسلطنوف الشيشاني ليقفوا بجانب إخوانهم في قطاع غزة الذين كما ترون يتضورون جوعا ويعانون من مأساة استمرار هذه المجاعة واستمرار هذه الحرب. فمشاريعنا مستمرة بفضل الله أولا ثم بتبرع ودعم من الشعب الشيشاني، فقد جاءوا لنا بتكيات الطعام وتوزيع الوجبات الساخنة وكذلك سقيا الماء وحليب الأطفال وأيضا المساعدات النقدية، فقدموا ما يستطيعون، فقاموا بتوزيع الطحين حين انقطاعه عن النازحين ويقومون باستمرار توزيع وتزويدنا بما يلزمنا هنا في شمال قطاع غزة لنستمر بإغاثة إخواننا من النازحين. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. هذه الجهود هل هي يعني حديثة أم منذ بداية الحرب؟ طبعا الشعب الشيشاني منذ بداية هذه الحرب من أكتوبر 2023 وحتى الآن ونحن في شهر أغسطس 2025 ما زالوا مستمرين في دعمنا وفي الوقوف بجانبنا ويعدون أيضا بالمزيد من الدعم والاستمرار في مساندتنا هنا لنقوى على هذه الحرب الضروسة التي شنت علينا رغما عنا. فنسأل الله أن يتقبل منهم وندعوهم كما وعدونا لأن يستمروا بدعمنا هنا في شمال قطاع غزة وبارك الله فيهم. نعم، إذن يعني هذه الجهود وهذه المساعدات هي رزمة من المساعدات والجهود التي تقدمها جمهورية الشيشان إلى الشعب الفلسطيني من أجل تخفيف المعاناة عن هؤلاء المجوعين في داخل قطاع غزة. وهنا أيضا المواطنون يصطفون من أجل الحصول على وجبة طعام لهذا اليوم. لربما أطفالهم باتوا ليلتهم دون أن يحصلوا على لقمة لسد جوع أطفالهم. دعونا يعني نلتقي بأحد المواطنين الذين جاءوا هنا ليحصلوا على وجبة الطعام لهذا اليوم. يعطيك العافية. يعني في ظل المجاعة التي تعيشها قطاع غزة وأنتم تصطفون الآن داخل هذا المخيم، هذا الطعام أتدري من أين بدعم من مقدم من الشعب الشيشاني حكومة وشعبا، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير ونشكرهم جزيل الشكر. لهم تحية إجلال وإكرام من شعب غزة المحاصر المهزوم الجاع المحاصر من السنين، وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير. بارك الله فيك. أيضا نلتقي هنا مع أحد يعني المواطنين الذين ينتظرون من أجل الحصول على لقمة لعلها تسد جوع أطفالهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يحفظك. يعني تتنوع يعني حجم المعاناة داخل قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وكذلك استمرار إغلاق المعابر. يعني كم يوم لم تتناولوا الطعام؟ والله يعني تقريبا يمكن أسبوع ما تناولنا طعام، واحنا دائما جاعانين ما يجينا أي مساعدات، واحنا من الجيل اللي ما بيقدر يروح على مقاطير ولا بيقدر يفور ولا بيقدر يجي. وبارك الله في الشعب الشيشاني وحكومة الشيشان على إهدائها لهذا الطعام.
حتى يعني يسدوا من شويه من الجوع تبعهم. ونسال الله انه يكونوا دائمين يكونوا معطائين لهذا الشعب الغلبان المغلوب على امره، اللي مش قادر يتحصل على لقمه عيش وعنده معاناه في الطحين ومعاناه في الاكل ومعاناه في الشرب. اولاده قد يكونوا ماتوا من الجوع من هذا الكلام. ونشكر الشعب الشيشاني مره اخرى على هذا الكلام. نعم، يعني كل كلمات الشكر والثناء من المواطنين إلى جمهورية الشيشان على دعمهم للشعب الفلسطيني وكذلك تقديم هذه المساعدات. دعونا نلتقي بإحدى يعني الأمهات، أيضا الأخوات والأمهات كان لهم دورا كبيرا في هذا المكان. يعطيكم العافية، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. يعني نأمل من الله أن تكون يعني هذه المساعدات وهذه يعني الجهود المباركة من جمهورية الشيشان قد يعني أعطتكم لو شيء بسيط من الطعام. يعني لو تحدثيني عن شعورك كأم وأنت تقف اليوم ده. أنا مبسوطة إنكم جبتونا أكل من الشيشان، إحنا مبسوطين. أنا جعانين، أطفالنا جعانين، الستات كبار جعانين، أنا طلع وجهي، أنا جعانة بدي أكل بدي شرب. يعني عن جد إحنا جوعنا عن جد جوعنا. يعني هنا تتلعثم الكلمات والحروف على وصف هذه يعني المجاعة التي يعاني منها المواطنون داخل قطاع غزة. ولربما المشهد خلفي يحدثكم عن قمة الوجع والقهر الذي يجدوه المواطنون جراء استمرار إغلاق المعابر، وأيضا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي يعني دمرت كل شيء في قطاع غزة. لا ماء، لا دواء، لا طعام يصلح هنا داخل قطاع غزة. بات الأطفال هنا يعني نجدهم يبتسمون من أجل أن وجدوا هذا الطعام. هنا الأطفال يتراقصون فرحا حينما شاهدوا هذا الطعام، ولربما يعني باتوا ليلتهم دون أن يتناولوا شيء. نعم، يعني ندخل الآن يعني إلى إحدى الخيام الموجودة داخل مخيم النزوح غرب مدينة غزة، وهذه العائلة قد حصلت على يعني الطعام يعني الذي قدمته جمهورية الشيشان. نلتقي هنا بالأم، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني حصلتم على وجبة الطعام لهذا اليوم، يعني شعورك وفي لحظة الحصول على هذا الطعام؟ شعور أنا مبسوطة إنه الأولاد قاعدين بأكلوا، يعني إنها يومين ما كلناش، فيش أكل فيش شرب. أنا بنتي هي حامل، فيش لها أكل، يعني كمان يومين بدها تلد، فيش أكل إنها تلد. طب قديش إلكم ما أكلتوش يعني؟ مدة، يعني أنا من امبارح ما أكلتش، طلع وجهي كيف من امبارح، سكر درجة فيش. لازم أنا كل دقيقة آكل. جوزي مريض، ما بدي عنك ببول من بطنه، طب بخرج من بطنه، كل حين بده أكل، مش قادر أوفر له الأكل. أنا طعميه مش قادر، أقسم بالله بشهد للغيب عشان طعمي جوزي، بشهد للغيب والله العظيم عشان ياكل. بودي ولادي على الموت أيهم، هاي مصوروهم بوديهم على الموت عشان يجيب لي شوية طين عشان طعمي جوزي وعائلتي. طيب أمي، هذا الطعام أنت عارفة بدعم من مين؟ من الشيشان، وبارك الله فيكم. المحظوظ هنا داخل هذا المخيم هو من حصل على وجبة الطعام لهذا اليوم، فيما بقي آخرون في مخيمات النزوح المجاورة ينتظرونهم أيضا دورهم من أجل الحصول على الطعام لسد جوع أطفالهم. لكن مشهدية الفرح هنا في داخل قطاع غزة وكلمات الشكر والثناء لجمهورية الشيشان على هذا الدعم المتواصل وهذه الجهود المتواصلة من أجل تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة. لصالح قناة شيقت إيركا جروزني، بشير أبو الشعر، فلسطين، مدينة غزة.